اهلا بيكم، يا رب كده تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. هنعمل البطاطس المشويه من غير قلي ولا زيت ولا الكلام ده كله. التتبيله بتاعتها بسيطه جدا ومميزه وطعمها هيكون حلو قوي. تحبي بقى تاكليها لوحدها او مع المشويات او مع الاسماك، بتبقى تحفه قوي. تابعيني في الفيديو علشان نشوف الطريقه، بس يلا بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا معايا هنا كيلو من البطاطس، قشرتها وغسلتها كويس وابتدأت اقطعها بالشكل ده. التقطيعة دي هتكون مناسبة قوي للوصفة بتاعتنا النهاردة. بقطع كل بطاطساية اتنين زي ما انتوا شايفين كده، وكل جزء بقطعه كده لمكعبات. قطعت الكيلو كله. بعد كده هجيب الحلة بتاعتي واحط فيها البطاطس بالشكل ده، وهجيب بقى مية انا غليها في الكتل. انت ممكن تحطي المية على طول وتسيبيها تغلي على النار، بس هتتهرى معاكي. حطيت كده المية المغلية، ودلوقتي هحط لها شوية اضافات هتشوفوها معايا. هحط لها كده معلقة من الملح عشان تكون حيقة، وكمان هحط لها معلقة من الكركم. الكركم هيديها لون حلو قوي. هقلب كده الملح والكركم مع المية. الكركم ساعات بيبقى فيه تكتلات، قلبيه كويس مع المية. ودلوقتي بقى هغطي الحلة بتاعتي وهرفعها على النار، وهسيبها حوالي 5 دقايق بس علشان تغلي. بعد ما بدأت تغلي ب5 دقايق انا خلاص لقيتها استوت. ما تخليهاش تستوي سوا كامل، يعني اكتر من 3/4 سوا كده. حطيت فيها السكينة زي ما انتوا شايفين كده، لقيتها بقت تمام، بس مش عايزاها مهرية. دلوقتي بقى هعمل لها تتبيلة كده. طبعا انا صفيتها من المية خلاص. هعمل لها شوية خلطة كده او تتبيلة. حطيت كده معلقة من هريسة الشطة، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان فصين توم هرستهم بالشكل ده، ومعلقة مستردة حلو قوي قوي في التتبيلة، وكمان عودين من الكزبرة الخضراء قطعت بس الورق بتاعهم. وهقلبهم كده بالشكل ده. وبعد كده بقى هحط معلقة من الكزبرة، وكمان رشة صغيرة من الكمون. بس كده دي التتبيلة بتاعتي او الخلطة اللي انا هحطها على البطاطس. عايزة تحطي كمان معلقة من زيت الزيتون، هتبقى كمان احلى واحلى. حلو قوي كده. هجيب بقى البطاطس بتاعتي، وهبتدي كده احط الخلطة على البطاطس. حطيتها بس في بولة كده عشان مش عايزاها تتهرى، وهحط كده الخلطة عليها. هقلبها كويس بقى بالراحة كده عشان الخلطة تغطي كل وحدات البطاطس. ايوه بالشكل ده. حلو قوي كده. هسخن بقى دلوقتي الفرن بتاعي، وهجيب صاج كده واحط عليه ورقة من الزبدة. انا ورقة الزبدة بلزقها بالمية. بحط مية كده على الصاج وبحط عليه ورقة الزبدة بتلزق زي ما انتوا شايفين. واحط كده معلقة من زيت الزيتون على ورق الزبدة، لان في نوعات من ورق الزبدة بيلزق. دهنت كده ورق الزبدة دهنة كويسة. ودلوقتي بقى هبتدي كده اجيب البطاطس وارصها على ورق الزبدة. عايزة اقول لكم بقى ان التتبيلة اللي احنا عملناها او الخلطة تحفة، هتودي البطاطس في حتة تانية خالص. هرصها كده، ما تحاوليش ان انت تقلبيها مرة واحدة، لا رصيها وحدات كده زي ما انت شايفة، عشان تدخل الفرن وتنشف معاكي وتبقى حلوة قوي. دلوقتي ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي ربع ساعة. حاولي تقربيها من الشواية، ما تحطهاش على الأرضية بتاعة الفرن. بصي بقى البطاطس معايا شكلها عامل ازاي، بس انا عايزه اقول لكم بقى ان الكاميرا ظلماها، مش مبينه الجمال بتاعها. واخده كده طبقه قرمشه من بره وطريه من جوه، يعني بجد تحفه. والريحه بتاعتها مفيش بعد كده. التوم والمستردة وكل التتبيله اللي احنا عملناها، وكمان ريحه الكزبره الناشفه والخضره، مخليه طعمها وريحتها في حته تانية خالص. سامعين بقى مديه قرمشه كده من بره حلوه جدا. طبعا الطريقة دي يا جماعة طريقة بسيطة وسهلة، وسعراتها منخفضة جدا. لو انت بتحبي البطاطس المحمرة ممكن تعمليها بالطريقة دي وتاكليها، هتكون سعراتها منخفضة جدا. ولو عاملة دايت هتكون الطريقة دي مناسبة جدا ليكي. عايزة اقول لكم بقى ان البطاطس دي كمان بتتاكل كده كمقبلات مع الاسماك ومع المشويات، بتبقى حلوة جدا.
بصوا بقى شايفين ما فيهاش زيوت ولا دهون ولا اي حاجة خالص. الطريقة حلوة وسهلة والتتبيلة بتاعتها تحفة. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.